السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي، اليوم رح نعمل مع بعض أكلة طحالات محشية بالخضار. معي هون كيلو طحالات فريش طبعا. خليت اللحام يفتحهم بهالطريقة لحتى يسهل علي إني أنا أحشيهم. هلأ بعد أول خطوة بنروح بنغسلهم تحت المي بالملح والمي والخل، بعدين بحطهم بمي مغلية، بضيف لها ورق غار وعود قرفة ومعلقة خل، بس بفور عليهم يعني 4-5 غلوات، وبقيمهم بحطهم على صينية على جنب. هون عبين ما يبردوا الطحالات بكون أنا بجهز الحشوة. عندي حبة بندورة فرمتها ناعم، وباخد ضمة بقدونس وضمة كزبرة وكمان بفرمهم ناعم. وهون رح أفرم 4 قرون فلفل حار أحمر وأخضر، ورح أحط معهم توم وراس بصل صغير. التوم تقريبا 9 فصوص توم يعني. هون بعد ما خلصت فرم أضفت على البقدونس والكزبرة، أضفت الفلفل والثوم اللي فرمتهم مع راس البصل، ورح نحط كاسة شاي يعني تقريبا عصير الليمونة، رح نضيفه على الخلطة. وبعد هيك رح نحط كمان زيت زيتون تقريبا يعني فنجان. طبعا المقادير هاي كلها حسب الكمية اللي انت بدك تعمليها. وهون رح نستخدم تقريبا معلقة ملح، معلقة ونص يعني حسب الرغبة برضو، ومعلقة فلفل أسود ما رح نكتر لأنه معنا بالخلطة فلفل حار. ورح نضيف حبة البندورة اللي فرمناها، وهيك بتصير الحشوة جاهزة. بنخلطها كتير منيح لحتى نبلش نعبي الطحالات. مثل ما عم بتشوفوا هون الطحالات يعني شدت حالها، مسكت حالها بعد ما أنا فورت عليها بالمي، وبصير سهل إنه أمسكها وأتعامل معاها. رح نعبيها بالحشو تماما يا جماعة، ما في مشكلة، أو قلبكم يعني. حتى لو كانت حبة الطحالات بتحسيها إنه مسكرة أو صغيرة، لا بتستوعب حشوة، وبالأخير هاي الحشوة رح تدوب معنا. بنكمل لحتى نخلص كل الكمية اللي معنا. وبالبايركس اللي رح ندخلها على الفرن أنا حطيت بالأرضية برضو من الحشوة، وبعدين صفطت الطحالات فوقهم. وبعد هيك فرمت تقريبا يعني بدي أقول 100 جرام من اللية أو 150 جرام من اللية، وحطيتهم فوق الطحالات مثل ما عم تشوفوا. هون أنا بكون سخنت الفرن، حميته تقريبا صار لي نص ساعة مشغل الفرن. بحط الصينية على أرضية الفرن من تحت، وبتركها من ساعة لساعة وربع حسب حجم الطحالات اللي معي. وبعد ما تستوي بطلعها بحطها تحت الشواية بحمرها شوي، وهيك بتكون تقريبا جاهزة مثل ما عم بتشوفوا. بتتقدم مع شنينة، مع لبن، سلطة لبن وخيار، مخللات، مثل ما بتحبوا. بتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي شو رأيكم بالتعليقات، ويعطيكم ألف عافية.